ازاي نرسم شخص قدام الاكل ومستني مدفع الافطار علشان يبدأ يفطر؟ تعالى نرسمها كده بسرعة واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة بنحدد الترابيزة اللي الراجل حاطط عليها الاكل بتاعه وقاعد مستني المدفع يضرب. طيب نحدد بس ايه الاطباق، مثلا في طبق هنا في مثلا رز، في طبق هنا في مثلا خضار، في طبق هنا في مثلا ايه الفرخة، فرخة مشوية كده، ومثلا في دورق مثلا او شفشق يعني، وكوباية مية جنب بعض. هنا الشباك اللي المفروض هيسمع منه المدفع او اذان المغرب او اي حاجة، والشخص قاعد هنا. طيب قبل بس ما ارسم الشخص انا عاوز بس اتخيل وضعه الجسماني هيكون عامل ازاي. احنا قلنا قبل كده ان انت لما تيجي ترسم شخص بتقسمه لراس وبعد كده الجسم. طبعا احنا عايزين الجزء العلوي بس من الجسم، مش عاوزين باقي الرجلين لان الرجلين متدارية مع الترابيزة، فبيبقى بشكل ايه مستقيم كده. لكن هو انا عاوز اعمله رامي ودنه مع الشباك، يعني مع الصوت اللي جاي من بره. فهعمل ايه؟ هعمل ادي الراس، والرقبة مش نازلة كده ايه مستقيمة، لا جاية بميلان كده. وادي جسمه، يعني جسمه المفروض انه قاعد هنا بس هو رامي ودنه مع الشباك، مع طبعا الملامح اللي المفروض تبين الموضوع. طبعا علامة الزائد اللي احنا قلنا دايما اما بتيجي ترسم الملامح لازم ترسمها علشان الخط اللي بالعرض بترسم عليه العينين، ادي عين وادي عين. ومثلا ايه هو مركز كده، يعني مش شرط يكون باصص لناحية الشباك او مصدر الصوت. ممكن مثلا ايه نخليه رامي ودنه كده، عارف اللي رامي ودنه، فنخلي ودنه كده ايه مشدودة الناحية دي. وادي الشعر بيحاول يسمع المغرب أذن ولا لسه. تعالى بقى نرسم بالقلم الاسود. طبعا بالقلم الاسود بقى ببتدي ان انا ارسم على الخطوط الرصاص اللي انا اتفقت مع نفسي عليها بقى، خلاص انا استقريت عليها. طبعا الموضوع بياخد وقت اكتر من كده والمفروض يكون اخد تركيز اكتر من كده، فانت تاخد وقتك على يعني على القلم المهلك يعني براحتك خالص. لكن انا مستعجل بس علشان بصراحه وقت الفيديو ووقتك ما يكونش فيديو طويل ممل ما تحبش ان انت تتابع معاه. لكن اختصارا للموضوع انا برسم على الخطوط الرصاص اللي انا خلاص يعني شايف ان هي مظبوطه، وان كان برضو ايه يعني محتاجه انها تتظبط اكتر من كده، وبحاول بقى اظبط بالقلم الاسود وانا بشتغل. لو عرفت تظبط بالقلم الاسود وانت بتشتغل على الخطوط الرصاص تمام. لا حسيت الموضوع صعب وحاسس ان انت لا محتاج ان انت تكون دقيق اكتر في الخطوط اللي بالرصاص، تمام مفيش مشاكل. المهم ان انت تبقى مبسوط وانت بترسم، مفيش اي مشاكل خالص. الموضوع خارج التقييم، يعني ما تقعدش تقيم في نفسك وتعقد نفسك، لان انت المفروض ان انت بتستمتع بهواية، وده اتفقنا من الاول ان احنا بنستمتع بالهواية علشان هتفرق معانا جدا. طبعا انا بحاول ان انا اقفل بقى كل الخطوط اللي ممكن تتقفل، زي مثلا خطوط الترابيزه، مش عارف الكرسي اللي ورا ظهر الراجل اللي قاعد بيفطر ده، مفرش الترابيزه حسيت ان من تحت محتاج يبان اكتر، زي مثلا رجلين الترابيزه، زي رجلين الشخص نفسه. تمام. طبعا الكلام ده كله بقى ايه هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله في فيديوهات جايه بعد كده. الشباك تمام بحاول ان انا ايه اوضحه اكتر. طبعا الرسم بالقلم الاسود متعه رهيبه جدا. يعني لو ايدك مشت في الموضوع بعد كده يبقى ارسم بالقلم الاسود على طول وجرب. لكن في البدايه احنا بنرسم سكتشات بالقلم الرصاص، بحيث ان لو في حاجه مش مظبوطه، في حاجه لسه بنتعلمها، يبقى الموضوع براحتنا خالص. وان كان يعني برضو انا من انصار فكره ان انت تستمتع بس بالهوايه، حتى لو هترسم غلط ما عنديش مشكله ان انت ترسم غلط. ببتدي بقى ان انا ادوس بقى في شويه تفاصيل كده بحيث انها تبين ان هو قاعد جوه الاوضه او جوه بيته، زي الستاره اللي في الجنب، زي البرواز اللي متعلق ده، غمقت شويه شعره بس. والمفروض بقى ان انت بتمسح القلم الرصاص وهيتبقى ليك القلم الاسود. جرب كده ترسم زيها وقول لي وصلت لفين. ومهم جدا ان انت تتاكد ان انت متابعنا علشان اي سكتشات زي دي ترسمها معانا كده خطوه بخطوه.